يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. بسم الله الرحمن الرحيم. في أمسية من أمسيات الوطن، في أمسية جميلة نلتقي اليوم مع المناضلة الأخت دلال أبو قمر. مكتوب عشبينك بطل يا ساكن الزنازين في استديوهات واو الغربة بالاشتراك مع ملتقى سوافيري أنا لنسلط الضوء على تجربة خالدة من تجارب ماجداتنا الفلسطينية الماجدة دلال أبو قمر. مهما جرى ومهما حصل كله في فلسطين، بعرف أهانوا وعذبوا ضاعوا الكرامة وأرهبوا ثيابك بدمك خضبوا، ما في شرف أو دين، ما في شرف أو دين. أهلا وسهلا بك أخت دلال. أهلا وسهلا فيك، ويشرفني الحضور والسماع إليكم وتسمعوا قصتنا من فتاة فلسطينية سوافرية أصلية، بنت المخيمات، بنت الشاطئ، بنت الفقر والشقاء. أرحب فيكم ثانية. أهلا وسهلا بك أخت دلال، باعتبارك يعني سوافرية بامتياز ومن الطراز الأول، لقد عايشت مرحلة المخيمات ومرحلة السبعينيات اللي كان فيها أخوتنا الفدائيين بيحكموا غزة بالليل. بداية بدنا نأخذ تعريف من حضرتك للإخوة المستمعين، وتقولي لنا تجربتك بالبداية في معسكر الشاطئ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما عرفتكم أنا بنت فلسطين، انتميت لتنظيمات منذ عمري 15 عاما. كنت في المدارس الإعدادية، وأول اعتقال إلي في 68 اعتقلت على أثر إحواء المناضلين وشباب اللي كانوا يخرجوا بالليل لاقتحام الدبابات العسكرية. ومضيت فترة حوالي 15 شهر وخرجت. كانت هذه أول تجربة، أول اعتقال إلي كان في 68. قضيتيها كلهم في سجن غزة مركزي؟ في سجن غزة المركزي. وكان في هذيك الفترة كان معتقل جفارة غزة اللي هو محمد الأسود. هو بيعتبر من جيرانكم. محمد الأسود وأنا ونهلة البايض وكل الشباب الصغار اللي كانوا في عمري لا يتجاوز عمرهم إلا 15 عاما أو 16 أو 17 عام. يعني تعرفت بالسجن من معسكر الشاطئ وغيرهم من شمال للجنوب. تعرفنا على كل المناضلين اللي كانوا برفقتنا. بعدها خرجت من المعتقل. نعم. ركزت إني أنا أكون في المدرسة وأثابر في دراستي، ومن هان بدأ محمد الأسود رحمه الله وإنه سلط الضوء علي، لأنه كان يشوفني بنت نشيطة ومثابرة ولا أعرف الخوف ولا أبالي بأي عمل كانوا يعطوني إياه. اعتمد علي اعتماد كلي. وقال لي إني أنا بدي أقول لأهلك إنه أنا بدي أدرسك اللغة الإنجليزية على أساس أقويكي. وصرت كل أسبوع أحضر المحاضرات العسكرية والسياسية، ويعرفنا عن كل قصة من قصص فلسطين أو تاريخ فلسطين في كل جلسة. لما عمل منا رونق فلسطيني متحضر الاعتماد عليه عسكريا وسياسيا. ومن هنا كنت أنا أكون مع الشباب، مش مع الفتيات كمان، مع الشباب في أي عمل عسكري أو سياسي، بالإضافة إلى جمع الأسلحة وإرسالها إلى القواعد للشباب، والأطعمة للشباب، الرسائل من منطقة إلى أخرى. وفوق كل هذا كمان كنت أكون معاهم يد بيد.
طب حنتكلم عن بعض المواقف الكل عملتوها، لكن بدي أتكلم الآن عن تجربتك الأولى بالاعتقال. كيف كانت المعاملة بالنسبة للسجانين أو للمحققين؟ أول إشي بدي أعرفك عن شخصيتي. أنا شخصية قوية جدا ولا أخاف من أحد، كنت أخافش الغير من الله. فلما اعتقلوني ضحكت وأنا في البور، هم مخديني على السرايا. أخذوك بالليل؟ بالليل أخذوني بالليل، وكانوا مغمين عينيا ومكلبسين إيديا ورجليا، وأخذوني على المعتقل. ضحكت، بقول لي الجندي اللي كان في الدبابة: ليش تضحكي انت في البور؟ ليش تضحكي؟ قلت له: لانه هذه سخافة منك انك تعتقل بنت صغيرة وما إلها أي علاقة بأي إشي وفي الليل، والمفروض يكون معك جندية. قال لي: كيف بتعرفي إنه لازم يكون معي جندية؟ قلت له: هذا القانون والشرع من الله. فإنه وقف البور عباب الدار ونده بالرمكل او بالتليفون او على المعتقل، وقال لهم: ابعثوا لي شرطيتين للاسيره، لانها بتحتاج انها ما تروحش على السرايا الا بالشرطيه، وهذا حق كان قانوني. ففهم انه المحقق او الجندي، ما كنتش عارفه انه محقق او جندي، فهم اني انا بفهم في القانون، وانا عفويا طلعت مني. طلبت حق اصيل، حق بس ما كنتش عارفه انه هذا قانون، يعني عفوي طلعت الكلمه، فثبتت علي انه انا بفهم بالقانون. فصاروا يعملوا لي 1100 حساب لكل حركه ولكل كلمه بحكيها. داخل الزنازين يعني كيف كانت؟ قعدت حوالي 8 شهور في الزنزانة. أول ما اعتقلوني حطوني في الممر، حط في راسي الكيس، وبدأ إنه يضرب بعصا. هذا اللي بيطلقوا عليه المسلخ. فبدأ يضرب فيي بالعصا. فقلت له: أنا على إيش تضربني؟ كلمة أنت تحكي إيش اللي بدك إياه وأنا أحكي اللي بدي إياه. لو بقول لي: انت جريئة زيادة عن اللزوم، ايش اللي بدك اياه؟ قلت له: انا بنت مدرسة، انا منى صعلوكة الا تقعد تضرب فيها بدون ما تسألني. لا بقول لي: من وين تعلمت هذا؟ قلت له: علمتني يا امي من السوافير. لا بقول لي: وين هي السوافير؟ قلت له: في فلسطين 48. لا بقول لي: يا سلام، هذا انت محنكة جدا. قلت له: غصب عنك، انت علموك في اسرائيل ايش تكون، فانا علموني في فلسطين ايش اكون. لو بقول لي: طيب خدوها على الغرفة 17. غرفة 17 فيها مية باردة ومية سخنة. صار يرشقني بالمية الباردة، بعدين يرشقني بالمية السخنة. قلت له: والله هذا حمام السمرة بعمل له. له بقول لي: ايش؟ وين هذا حمام السمرة؟ قلت له: بعنكاش، بس بقول لك هذا حمام السمرة للمعرفة، واسأل عنه بالتاريخ. اللي هو قال: طيب هالوقت بفرجيكي وين حمام السمرة. حط طاولة وحط عليها كرسي وغمى عينيا وقال لي: اطلعي. قلت له: وانا اطلع؟ بعرفش وين رايحة انا. لو مسك ايدي وطلعنا على الطاولة، حسيت الطاولة لقيتها خشب، حسيت الكرسي لقيته خشب. ضحكت ضحكة هستيرية. لو بقول: ليش ضحكي؟ قلت له: لانه لو بقول لي: بدنا نكهربك. قلت له: بدك تكهربني؟ لمعلوماتك عدم وصول الكهرباء للخشب واخذناها في المدرسة. لو بقول له: والله عندك لكل سؤال جواب. قلت له: هذا اللي لازم يكون. لو بقول له: طيب هالوقت بفرجيكي كيف تعترفي. قلت له: لما يكون عندي اشي بعترف، بس ما عندي اشي. انا بنت صغيرة بروح على المدرسة وبروح من المدرسة، وما في عندي اكتر من هيك. لو صار يقول لي: فلان وفلان وفلان وفلان. قلت له: هدول بتعرفهم انت، انا بعرفهمش، انا ما بعرفهم، انا بنت. انت بتعرف البنت الفلسطينية العربية المسلمة ما إلها علاقة في الشباب. لا بقول لي: يا سلام، طب رح اثبت لك يوم من الايام إلك علاقة. قلت له: ان شاء الله علاقة انسانية حربية سياسية. اللي هو بقول لي: يا سلام لهالدرجة. قلت له: ان شاء الله زي ما انت اعتقلتني وخليتني وتعذبتني وبتضربني وبتعذبني، راح اكمل مشواري مع هدول الشباب اللي بتقول عنهم، لان انا بعرفهم، مش راح ادور عليهم والتحق فيهم واصير مناضله كبيره عشان ما تعذب الجد. لو بقول لي: عشان هيك يعني. قلت له: طبعا.
ما انت اجبرتني اني اكون، وانا ما كنتش مدورة على هيك اشي، بس انت خلتني ابحث عن تاريخي وعن اصلي واعرف حقوقي واعرف واجباتي نحو وطني. هذا اللي هو اثبت بقول له بافعالكم وممارساتكم خلينا نبحث. وقلت بوعدك وعد شرف اني ما اكل ولا اون عن المناضلة من اجل القضية الفلسطينية، مدالك انت اعتقلتني وانا ما ليش سبب. صح، خليك تعتقلني وانا الى سبب المرة. لو بقول طب هالوقت بفرجيك، صار يولع في السيجارة ويطفيها في ايدي على اساس اقول ما قلتش. طفاها في رجلي اقول ما قلتش. قال لي والله لا غير اطفيها في عينك. قلت له اطفيها في عيني وفي صليب احمر. بقول له انك طفيتها في عيني. نعم. اللي هو بقول لي كمال بتعرف الصليب الأحمر؟ قلت له ليش احنا عميان عن الصليب الأحمر، عميان عن القضايا، من عميان ما احنا بنسمع عن الأسرى ايش بتعملوا فيهم. لو بقول له هو كم أسير صار في الفترة هاي؟ قلت له كتير، من 67 اليوم لا عندما اعتقلتوني آلاف السجناء وبنسمع عن قصصهم. لا بقول له طب بفرجيكي. وبدأ وين ما كان يلطع السجارة بعدين قال طب اشبحوها في سلكة فوق زي تبعات اللي بيكونوا لما بيذبحوا الذبيحة بعلقوها عشان يسلخوها. نعم. اللي هو بربطني، كان شعري طويل طويل، راح ربطني من شعري. قلت له يا سلام خليه يتمزع الشعر، بقصه وبحلقه، بعمل قرعة وبصير رجل من الرجال. لو بقول لي كل اشي إلك جواب، والله لغير اموتك اليوم. ورماني في الكرادور بعد ما قعد يدهس عليا برجليه، ورماني بالكرادور. ضليتني ليلتها بالبرد، ولا غطا ولا أكل ولا شرب. تاني يوم اللي هو جايب لي صحن اللي هو بقولوا عنه زربيحة، أكم من حبة بازيلا، أكم ويمكن بطاطايا في كل الدسر، وبقول لي خدي. قلت له أنا باكلش هذا الأكل. لا بقول له طب خدي هاي مية. قلت له ولا مية. قال لي ليش؟ قلت له لأنا لا بدي أشرب من إيديكم ولا بدي أكل من إيديكم، لأنه ممكن تكونوا حاطين لي مادة اللي أنتوا سمموني فيها. لو بقول لي مش من مصالحنا إنه قلت بدنا نعرف إيش وراكي. قلت له لا تعرف ولا معرف، وأنا مش راح أكل ولا راح أشرب. وطب برجلي 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 لما صار الدم يطلع من تمي لطوطت كل الحيطان. البنات صاروا يصوتوا ويصرخوا على أساس أنهم ينقذوني. أجا شرطي من الشرطة اللي تحت في السجن اسمه دافيد. لو بقوله ليش تعمل هيك؟ أنت بدك تحقق معاها، بتحقق معاها في غرفة التحقيق، مش أنا قدام البنات. تضربها قدام البنات هناك، خدها واعمل اللي بدك إياه، أما هنا ممنوع. وأخذوني ورماني في الزنزانة، وقعدت حوالي 8 شهور أنا من زنزانة لزنزانة، ومن كل يوم ياخدوني ساعة نص ساعة ويرموني، كل يوم ياخدوني ساعة ونص ساعة ويرموني. بعدين زهقوا مني ورموني في السجن لأنه ما اعترفتش. قضيت 15 شهر وطلعت. انتقال إداري صار لأنه ما فيش أي إداري. ما كناش نعرف إنه إداري. خلص موقوفة ووقف. موقوفة. لما مضيت 15 شهر وبعدين طلعت. لما طلعت هديت اللعب واتصلت فيهم سريا في الشباب، قلت لهم أنا بدي أهدي اللعب لأنه مع الوقت هم عرفوا إن أنا راح أستمر. فبدي أنا أطلع من البيت على أساس أكون في مكان تاني. وألبس لباس تاني عشان ما حدش يعرفني، وساعتها ببدأ أشتغل عملية تمويل. والحمد لله بديت. اليوم لبست دايرة وقنعة، تاني يوم لبست توب فلاحي، ثالث يوم لبست بنطلون وبلوز، يعني صرت تمويه. واليوم كنت في معسكر الشاطئ، بكره في جباليا، بكره في كل يوم في منطقة ما عرفوش مين هي هذه البنت اللي هي دايرة نشيطة في المنطقة. وبدينا في تنسيق في عمليات عسكرية، في زرع الألغام، في مد الشباب بالأسلحة والأكل، حويتهم كمان وأمنت لهم أماكن، إشي في دير البلح، إشي في خان يونس، إشي في الشاطئ، إشي أمنت لهم.
وبعدين كنت اتصل في القيادة على اساس اخذ منهم الرسائل وابعثها للشباب يعرفوا التحركات، يعرفوا ايش بدهم يعملوا. وعلى هذا الاساس صرت انشط من اول واوعى من اول، وعرفت ايش الاساليب الاسرائيليه وايش الضرب وايش التعذيب. عشان هيك لما اجوا يعتقلوني تاني مره ما قدروش، اعتقلوا ابويا واعتقلوا اختي واعتقلوا اخويا، ما خلوش حدا. اعتقلوا كل البيت، ما خلوش، والبيت هرسوه من كتر ما يفتشوا فيه وحفروا فيه، خلوه خرابه. وبعد هيك جيت ليلة اشتقت لأخوتي ولأبويا عشان قالوا لي طلع من السجن. جيت أشوفه مش عارفة ابن الحرام ولا بنت الحرام، يعني إنه هو كبسوا علي واعتقلوني. قبل ما يعتقلوني قلت لهم وقف، جيب الشرطيات تبعتك قبل ما تفتح باب الدار، أنا هيني موجودة، بس جيب الشرطيات وتعال. على أساس كان هذا بسنة قديش؟ هذا كان في سنة 71 بعد طوق الشهر. الشهر ما انت عارف، طوقونا شهر وقصينا السلك وشردنا الشباب، كانوا في بيتنا موجودين، اشي في بيتنا واشي في بيت اصدقائنا، وقصينا السلك وشردناهم وجبنا المونة من الخارج ودخلناها على المعسكر قبل ما نفكه. على ذكرى طوق الشهر خلينا نستذكر الشهيد محمد صالح حازم. هذا من شباب فلسطين، من شباب السوافير، ابن الشحاتة، شاب حليوة، شاب محترم، شاب مسلم. صحيح. كان ذكي جدا جدا جدا، مؤدب جدا جدا، والله كل شبابنا كانوا مؤدبين. عبد الحميد الجمل كان مؤدب، محمود دهمان، محمود جدوع، محمود جدوع ايوه، وابو شريف وابو شريف وعمر المحلاوي، وكل هالشباب كانوا الخمسه. اعترق الى الخمسه اللي في مدرسه سعاد. مدرسه سعاد بعد ما استشهدوا الخمسه صار في انقطاع في العمل التنظيمي. فانا مع علمي يعني بمعرفتي بالسوافير ومعرفتك، قالوا الاخت دلال هي كانت حلقه الوصل لابينا اللي كانت بتعرف كل اسرار العمل بعد ما استشهدوا الخمسه. فكانت الاخت دلال هي اللي عارفه وين المخازن، وهي اللي عارفه كل شيء، وعادت احيت التنظيم بجديد بعد وفاة الخمسة بالشاطئ، من 27/9 تقريبا، في 27/9 مظبوط، 72 او واحد لا في اخر 71، اخر 27/9 تقريبا، ما فاكره. بعد ما استشهدوا الحركة وقفت عملها، لأنه القيادة كان محمد البصيلي وزياد الحسين الله يرحمه، زياد الحسين استشهدوا الحجر الشوا. وبعد ما استشهدوا ما فيش حلقة اتصال إنه نروح ونشوف أي حدا. فكان في ضايل محمود المبحوح، كان ضايل كم من شاب من قوات التحرير. أنا أصلا من الجبهة الشعبية كنت مع محمد بس لما أنا طلعت من المعتقل قلت بديش أطلع مع الجبهة علشان إسرائيل مسلطة علي إنها تعرف تحركات الجبهة. فبدي أمد أنا شباب القوات التحرير. الوقت قوات التحرير أرضنا وأرضهم واحد، شبابنا جنب بعض، كل إشي جنب بعض، كنا هي في منطقة واحدة، ما كنا نعرف تحركاتهم ويعرفوا تحركاتنا. كمان نستذكر طيب الذكر أخونا محمود عفاني كان من ضمن قوات التحرير الشعبي، قوات التحرير. حمزة كان فوش، أيوة، وكان حمزة كان فوش، وكان محمود عفانة فكل هدول الشباب. بعدها قلت أنا بدي ألم بقيت شبابنا اللي في الشاطئ، خسارة عليهم يضلهم. فبديت أحيي الحركة واتصالي مع الشباب اللي في جباليا وفي النصيرات والآن لما إحنا التمينا على بعض وبدينا رجعت الحركة أحلى من أول كمان، مش يعني عسكريا كانت الحركة في الأول أكتر، بس الحمد لله يعني ما هو مختفي في الفترة هذه، مختفي اختفاء حير اليهود فيه. ما هو جننهم هبلهم. نعم. وكان وين ساكن جبال السرايا، يعني نعم. انه في مكان آمن، في مكان آمن، بس الايدين الدنيئة والرديئة اللي هي كشفته، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. اللي هو كان هذا انا حافظ التاريخ كويس. 10 مارس 1973 في بيت رشاد مسمار مقابل الشفا، استشهد مسمار. بالضبط.
بالضبط هم الشهادة الثلاثة. الحايك والعمصي والعمصي ما هو بن بلدنا. كامل من السوافية. كامل العمصي. كامل العمصي أخو كامل لما كانوا معتقلين أخته عشان ياخدوه. يعني إنه اعتقلوا أخته عشان يعرفوا وين مكانه. موجود. وصابرة خالته صبرة مرت الدكتور رشاد المسمار بتكون خالته. لا عشان هيك كانوا ايش مسلطين الضوء على النساء. عشان هيك انا بعدت عن الجبهة خوف لا يعرفوا تحركات الجبهة. فما عرفوش انه هذه اللي في قوات التحرير الحركة كلها الحركة من وين هي. فكروا الجبهة وهي مش مبينة وين هي. فعلى هذا الاساس الحمد لله اعتقل محمد ياسين اللي هو كان قبل جفارة. يعني هو جفارة كان في المعتقل ومحمد ياسين مسك الجبهة. فلما نعتقل محمد ياسين اللي هو أبو النمر جاب كل مش هو يعني بده يعترف علينا. لا هو كان مريض ومع الضرب والتعذيب فذكر أسماء كل هيئة الناس فاعتقلونا. وبدت من هنا المقاومة انشلت حركتها. انشلت حركتها. فعلى هذا الأساس إنه لما نعتقلنا كانوا مفكرين محمد ياسين هو وز علينا. هو مش وز. فيش واحد بوز. مش قضية وز، قضية انه هذا ضعيف وهذا قوي. هذا بيقدر يعترف وهذا بيقدر ما يعترفش. فالناس على هوا جاهلها وبتعرفش الاساليب الاستعمارية. اقول لك بحطوا شغلات على الانسان يعملها في داخل التعذيب غصب عنه احيانا بيعترف. يعني محمد ياسين شفناه هو في المردوان وهم ما مشلحينه وبضربوا فيه ضرب شاسع، ضرب فظيع. أنا ما بدافع عنه، بس أنا بقول الحقيقة لكل الشباب اللي بيعترف ما بكان يعترف من نفسه من نفسه إلا من كثر التعذيب، وجسمه ضعيف بتحملش التعذيب. دلال مش زي فلان، مش زي زينب، مش زي فاطمة، مش زي خميس، مش زي كل واحد جسمه يختلف عن الثاني. أنا بتحمل التعذيب، أنا تحملت كل أنواع التعذيب، لكن في فتيات ما قدروش بس هذا مش ذنبهم، جسمهم ما تحملش. فإنه لما يعترفوا انت لازم اللي برا تاخذ احتياطاتك. وهذا اللي كان لازم وهذا اللي كان لازم يصير للشباب. في شباب اخذت احتياطاتها وشردت من الاماكن اللي هي موجوده فيها، بالرغم راهنوا علي اني اعترف على المواقع، وفي القياده ظلت وما صار لهاش ولا شيء. فقالوا هاي هذه تحملت وهي ولا اعترفت، وهذول تحملوش وهي ما اعترفوا. فهذا الشيء بالاساس تنظيمي بيعطوا بيقولوا 72 ساعه و70 لكن يكون حذر، عشان اذا اعتقل واحد اذا صمد ال 72 خلص ساعه بيمشي. من حد ما يعتقل البني ادم المفروض كانت كل هيئه الشباب والفتيات كل واحد ياخذ حذره ويطلع من المكان اللي هو فيه، لانه كل انسان يختلف عن الانسان الثاني في فتره التحقيق. وهذا أنا اللي بحكيه عن كل الشباب وعن كل الفتيات. ما في وحدة إنها اعترفت عشان توزع فلانة، لا، هذا جسمها ضعيف واعترفت. كان فتيات كثير في والله كان عندنا حوالي 54 بنت في الفترة هذيك، وكانوا يفكروا فيش بنات أصلا. يعني نصب الإعلام ما كانش ما فيش إعلام، ما فيش حدا يعرف. أنا أخذوني من سجن غزة للسجن الحربي وما حدش كان يعرف وين أنا، ولا حد، ولا في إعلام، ولا في حدا، ولا والصليب لما يجي يسأل عني يرجعوني على سجن غزة، لما يجي على سجن غزة يرجعوني على الحرب، وعلى كذا. يعني عندهم أساليب مروعة وأساليب فتاكة اللي هم يتحايلوا على القانون وعلى العالم وعلى البني آدمين وعلى كل شيء. في حتى هم يطلعوا ألف وإحنا نكون إحنا الغلطانين. أكيد. بدنا منك تقولي لنا موقف مع المناضلين عايشتي، سواء كانوا الخمس المناضلين اللي هم مجموعة حسين أبو حمد وأبو ياسين، أو فيما بعد أو قبل، يعني موقف هيك الذي تذكريه للمقاومة. والله أنا في موقف كان
بين الشباب الجبهة وشباب قوات التحرير، هذه أرضي وهذه أرضك ومش عارف إيش. فكان في خلاف واحد تنظيمي يعني. خلاف تنظيمي. فأنا كنت جاية وجايبة معايا سلاح، للأمانة كنت أنا جايباه للجبهة، بس في الطريق قابلوني شباب قوات التحرير بدهم ياخذوه مني. ففطيت قلت لهم أنا معاي مسدس، قلت له اللي بدي يمسك أي قطعة من السلاح بدي أفرغها في راسه. فواحد فيهم عنقلني من رجلي. صار في وقعت كل الأسلحة. مين شافوهم وهم بطحين على الأرض بيستنوا الميعاد اللي أجي فيه شباب الجبهة. فطلعوا يجروا بدهم يشتبكوا. قلت لهم مشان الله ما تشتبكوش مع بعض. ما هو قصده اني وقعني، انا وقعت لحالي. فهذا موقف كنت انا ولليوم يعني لو انهم طيبين بيشهدوا عليه انهم كانوا يقولوا لي اشهد بالله انك انت ما بدك تبيني انه في نزاع بيناتنا. فقلت لهم احنا اولاد واحد وأرض واحدة ومقاومة واحدة وعدونا واحد، فبالناش إحنا نقعد نعمل واحدة وتنتين وهو يمكن محتاج لقطعة. طب تشوفوا كود يساعدوهم. قال هذه أمور عسكرية وما حد إله فيها. قلت لهم أنا بتأسف خلاص هذا إشي شغلكم أنا مش شغلي، فإيش بشوفوا اعملوا بس إنه ما يكونش في شجار خلاف بينكم. وروحنا وانا مروحه لقيت واحد في كان الحراش في الحراش كان واحد مرمي على الارض مطخوخ، وانا ماشيه مش شايفه دعست اللي انا بدعس عليه. لو بقول ايه هذا في بني ادم. قلت له عرف عن نفسك. فبقول لي انا صوبت من اليهود ومش ملاقي حد ياخذني. قلت له انا بحملك. حملته على كتفي ورجعت فيه على القياده. فضحكوا كيف قدر تحمليه عشان كنت يعني مش كبيرة صغيرة. قلت لهم ربنا ساعدني في حملانه. انت عارف كانت ارضنا رمل وبرص واللي يغطس نصه يقع يوصل الرمل، ولما بده يجي يطلع بالعافية لما يطلع. والحمد لله ربنا حملني القوة والهذا. لما وصلته إلهم قابلته قبل فترة لو بقول لي بدي أقول لك ليش أنقذتيني. بقول له هذا إشي من رب العالمين. بقول لي يا ريتك ما أنقذتيني. لأنه بقول له ليش؟ لو بقول له متعبة الحياة، يا ريتني متت هذيك الأيام. أنا أسعفته معاهم وقويته في مكان أمين عبال مطاب وكل إشي. اسمه عبد الله عروق. كان من شباب قوات التحرير. فلو بقول لي يا ريتك موتين، قلت له لا يا رجل انت جبت اولاد وبنات احسن لك من كل الدنيا ومن خلف ممات. بعدين موت يا سيدي هالوقت مع السلامه، خلفت لنا اولاد روح الله يسهل عليه. وضحك والله. ولحتى الان انا بقول الله يعطيه الصحه، بالرغم انه هالوقت هو مصاب يعني جريح وإشي، لكن الله يعطيه الصحه. بعض المواقف الطريفه اللي بتتذكريها الحمد لله. وكان عندنا جهاد الشعراوي كنت زوجه واعمل له احط له باروكه وما تقول عنه الا بنت اجنبيه. كان يتخفى كان يتخفى عشان يطلع من جباليا للشاطئ. ومره واحنا ماشيين الجندي خبط فيه. لو بقول له اذي يا فيه يعني انت حلو. انا قلت له عارف ايش بقول لك انت حلو. لو ضحك لو بقول الجندي بقول طلع انها بتضحك مش عارف انه هو مطارد. بطول الطريق واحنا نضحك لانه مش عارفين انه هو مطارد. انه هو مطارد. كان في اساليب تخفي كويس بالنسبه لا ما هو كان زمان اليهود مش زي هالايام. احنا كنا نطلع في الليل وهم في النهار. احنا البلد كلها للفدائيه. بعرف المعسكر يعني كنا في معسكر الشاطئ في معسكر جبل نطوق ونقول ممنوع التجول، وفي النهار يقولوا ممنوع التجول اليهود. وما نخليش ولا واحد يطلع. وفي الشاطئ كمان. في الشاطئ انا حضرت الفتره ايام حازم محمد صالح. فبهي الفتره الاولى عرفناها مدتها 15 شهر. وبعدين فتره ال 71 لل 77 7 سنوات. 7 سنوات مره واحده. صدر فيها حكم؟ صدر فيها حكم بدون اعتراف.
على يعني قدموك للمحاكمة؟ قدموني على أقوال الشهود. يعني في الآخرين على أقوال الشهود. قال لي هذا في القانون البريطاني بنص على أقوال الشهود، وحكموني وقضيت 7 سنوات في سجن الرملة، وأكلت أكثر من التعذيب تبع 70 تبع 68. كان تعذيب سليب أكثر. تعذيب ما خلوش أخذوني على الكلاب، على السجن الحربي. الكلاب بدأت تنتش في أوعينا، أنا ومرت جفارة، مرت جفارة، وداد الأسود، وداد الأسود. أخذونا على السجن الحربي، وكل واحدة في منطقة، والكلاب تقعد تنهش فينا وتمزع أوعينا. فوداد كانت تصوت، أنا أقول لهم أو واعملهم هيك. الكلب ما يقربش علي كتير، يقرب علي عشان كانت تصوت وتخاف. فكانوا وحشيين. يعني اللي كان يشوف سجن أبو غريب اللي سمعنا في أمريكا، سجن غوانتنامو، ويشوف تعذيبنا، يقول نفس تطبيق بطبقه طبق الأصل، طبق الأصل. يعني بلا مؤاخذة شعري من هان ومن هان كله يتفش فراغات من كتر ما كان من كتر ما كانوا يكبوا علي الغاز، وجهي كله انحرق. وصار بدل ما هو على قمحي صار أسود زي الليل، وبعد فترة صار يطلع شوية شوية يعني الصفار عبال ما إنه راق. بس طبعا ظل علامات السحوب من أثار الغاز. في لقاء سابق كنت أجريته مع المحررة وفاء البس، كلمتني عن سجن الرمل وعن السجينات، كيف سجينات المدنيات اليهوديات وكيف كانوا يعملوها. احنا سجن الرملة قسمين، قسم للعربيات وقسم لليهوديات. اليهوديات مين هم؟ السحاق، القتلة، الناس، الزانيات، السكرانات، كل هذه الشغلات. احنا لحالنا لما يصير اي اشي برا، يعني كان يصير اي حاجة برا، خطف طيارة او اي اشي، يصيروا من فوق سلوك يقعدوا يسبوا علينا ويحدفوا علينا، ولحتى المية السخنة كانوا يكبوها علينا. حكت لي انه كانوا يدخلوا عليهم احيانا سجينات معاهم عشان يضربوهم جوا. يعني هذا جديد بعد، هذا جديد. اما احنا ما كانوش يستجروا لانه كنا اقوى منهم. كنا قويات. يعني ما كانوا، اغلبيتنا مؤبدات، اغلبيتنا سجون، احكامنا عالية. فيش غير أكم من 1 3 سنوات 4 سنوات بس، ولا الباقي كله هيته من 10 سنين وفوق. مين من المناضلات معك كانوا من بنات غزة؟ خطف الطائرات. كانت عندنا نادية بريدلي وإيفلين وأختهم الثانية، هدول من فرنسا. كانت عندنا ريما طنوس من 48. ريما هذه عايدة سعد من غزة، من غزة اللي عملت عملية تبع الشجاعية. عندنا عفيفة بنورة من الضفة، مريم الشخشير من الضفة من نابلس، لطفية الحواري من رام الله، عايشة عودة من قرية برناو، فاطمة البرناوي كانت معانا، وعايشة عودة ورسمية عودة. وحتى هذيك اليوم كانوا قبل كم من شهر، يمكن قبل سنة، قبل 9 شهور 8 شهور، كانت رايحة زيارة على أخوتها في أمريكا رسمية عودة، واعتقلوها كمان مرة. اعتقلوها في أمريكا. يعني إيش لك علاقة أنت؟ إيش لك علاقة في أمريكا لما أنت تعتقلها؟ فهذا علاقة مع بعضهم. لازلت يعني بتتكلم مع بعضهم، في علاقة بينكم لحتى الآن؟ يعني في بعضهم على علاقة بتعرفها وموجود؟ لا والله عشان بعد المسافات، وعندك المرضى، احنا كليتنا صرنا كبار بالعمر، فيش يعني الو كيف حالك كيف انتوا. بس فاطمة البرناوي بنروح نزورها بين فترة يمكن وأختها. بس هي يعني مشكورة، يعني بتفقد الأسيرات، بتفقدهن ماديا، بتفقدهن معنويا. يعني فاطمة البرناوي أخت عزيزة لكم جسم جمعية عندنا جمعية الأسيرات القديمات. فتحناها جديد، وصارت رئيستها فاطمة الحلبي. كنت أنا وياه يعني اللي فتحناها، بس أنا لظروفي الاجتماعية إنه بنتي عيانة وأنا مريضة، فأنا ما بروحش. وأعطيتها
انها هي تضلها واستلمت كل اشي ولكن ماشية الجمعية بما يرضي الله والحمد لله. بنلتقي مع بعضينا، بتعمل لهم رحلات، بنلتقي مع بعضينا، بنشوف بعضينا، بنستلم مع بعضينا، بنتحدث عن ايام بنروح على الصليب، بنشارك كل يوم تنين. بس لما تكون المريضة الواحدة بتروح بس أنا بروح. بس الجمعية بتشارك باستمرار يعني؟ لا مش كلهم، لكن الجمعية كجمعية اسمها موجود باستمرار. الجمعية موجودة وبنروح عليها كل فترة. إيش بكون فيه بتبعت للبنات، بتعمل لهم ندوات، يعني الحمد لله يعني ماشية أمور الجمعية. ماشية. طيب الفترة الثانية كانت 7 سنين تقريبا، 71 ل 77. إلى 77 بعدها طلعتي كان العمل الفدائي تقريبا منهي، في يعني العمل نايم، ركود فيش أي شيء. فأنا طلعت وين؟ على الأردن. اشتغلت في ساحة الأردن مع المناضلين اللي هم ضد الملك حسين. يعني اكتشفوني فرحلوني بدون ما يعتقلون، كانوا بدهم يعتقلوني على الجفر. فالله وقف لي يعني ولاد الحلال، ناس من دار ابو قمر، قرايب ابويا. بعرفش بقرب لابوي مزبوط، بس هو قال انه هو ابن عم ابويا اللزم. من زمان رأينا. وطلعوني وطلعت على الجسر عادي. وانا طالعه على الجسر اخذتني اسرائيل، اعتقلتني كمان مره، صار في اعتقال ثالث. اعتقلتني اسرائيل وقعدت حوالي 10 شهور. هذا من سنه 82 طلعت من الاردن. يعني انت قضيت كم سنه في الاردن بعمان؟ قعدت كم سنه هنا؟ 4 سنين. من 7 سنين. 4 سنين وطلعت، بعدين اعتقلت، بعدين طلعت، وبعدين اعتقلت. ثاني اعتقلت في 85 واعتقلت كمان، بس كنت نشيطة يعني، بديت انا انشط يعني. انقهرت من الوضع انه ما في شيء. مسكت الجندي في الشاطئ وبطحته، لو كان ماخذ شاب. كنت مروحة من دوامي ولقيتهم ماسكين شاب وبدعسوا على رقبته، فهجمت على الجندي، اخذت سلاحه وضربته بدهم يطخوني. فقلت لهم انطختوني انا بطخهم. فعشان هيك ما قدروش يطخوني. كانوا شباب جايبين لي سيارة، لفيت البارودة تبعته ورميتها عليهم وشردت. كانوا ماخذيني بالسيارة وروحت وشردت. أنا أجوا في الليل يعتقلوني، قلت لهم مش أنا. كل البنات غزة كلهم سمر ولبسات بناطيل وشعرهم طويل وسمر. كل هذه العلائم اللي بتقولوها موجودة في كل بيت. أنا كنت بس أنا ما مش أنا ولا عشاني أسيرة وبطلع وبنزل بتظلكم تاخذوني. حياكم الله، أنا مشتاقة للسجن. ما تمش الاعتقال يوم ولا؟ لا قعدت 10 شهور كمان ما صبرتيش على العملة هذه. لا ايش اعترف. كانوا لما تيجي المحكمة يقولوا بس يجي الجندي في لبنان. في الاخر مات الجندي في لبنان فسقطت القضية. فيش الشاهد ما فيش الشاهد اللي هو يشهد علي انه انا اللي ضربته، انا اللي كنت بدي هذا. ولا كان اخذت مؤبد كمان مرة. والحمد لله. وطلعنا، وبعد ما طلعنا الحياة ما انت عارف اهل الفقر والعناء. واشتغلت، درست تمريض. بعد ما طلعت من السجن درست تمريض مرتين. درست على اساس اني انا اشتغل، والحمد لله توفقت. اشتغلت في الوكالة لمدة 20 عام وتجوزت ابن رفيق إلي. كنت أنا وياه نجيب الأسلحة للمقاومة. فأنا أرضيت في ابنه لأجله هو. كان مناضل حقيقة أبوه. بس الحمد لله، الله يسهل عليه. مع السلامة. فخلفت منه بنتين الحمد لله. وبناتي واحدة درستها فن عمليات، والثانية زوجته والحمد لله. لكن الآن الحمد لله احنا بنصارع بالمرض، لكن احنا أقوى من المرض وأقوى من كل من الاعتقال، وأقوى من المعاناة. وإن شاء الله بنضلنا على الضرب. ولكن أنا بتأمل من الله، أمل الوحيد
وعزائي الوحيد انه هذا الشعب يتوفق مع بعضه إن شاء الله. وتنحل ونصير يد واحدة، لانه الحزمة لما انت بدك تيجي تكسرها بتفرق. تنكسرش، اما عود واحد بتنكسر بنكسر. أكيد. فانا هذه الحزبيات اللي هي فتح وحماس والجبهة وهذا وكل هذا بتأمل من الله كلها تكون يد واحدة ويكونوا مع بعض حتى نهزم إسرائيل، لأنه هذه فرصة إسرائيل وأمريكا، لأن أمريكا قدرت على الدول العربية إنها تهزمها صح. وتخليها في معاناة، فإنها قدرت علينا كمان إنها تفرقنا على أساس يأخذوا الورقة اللي كانوا هم مستنينها، إنهم هم صاروا أراضي، إنهم هم عملوا إنهم هذه الأراضي تبعتهم، وهم أخذوا أرض سلبوها من حقها من أصحابها. فرجوع هذه الأرض وهذا الحق بقوتنا بعزيمتنا بإيدنا واحدة، وإن شاء الله إن شاء الله نكون يد واحدة. إن شاء هذا الله. هذا مش ما بدي أنا ولا إشي في الحياة إلا بدي هذا الطلب من رب العالمين، إنه الله يجمعهم مع بعض حتى نقدر نكسر إسرائيل وأمريكا. إن شاء الله لقائنا الآخر إن شاء الله بيبقى على جسر السوافير يا رب. نتكلم. أنا رحت على السوافير. نعم. أنا رحت على السوافير وأخذت أبوي الله يرحمه على السوافير. نعم. وفرجيته أرضه وفرجيته أرض يبنى اللي كان فيها كمان. طبعا احنا بنعرفش الأرض بس هو عرف. هو عرف. فرجيته الأرض وفرجيته الجسر، هذه السوافير الغربية، هذه السوافير الشرقية، هانا الجميزة قال لي يابا، هانا كانت دارنا، هانا دار عطلة، هذا دار عفانة. فرجاني كل إشي بالرغم إنه فيش ولا إشي لغير شجر، لكن عارف كل منطقة وين كانت. ولو كان معانا ايامها جوالات ولا ايش كان صورتها، للاسف الشديد للاسف الشديد ما صورت ولا شيء. الاخت امل والحمد لله امل الاعرج مصوره السوافير بفيديو، ما اعطيك اياه اقبل ان شاء الله، صور حديثه للسوافير. الحديث معك لا يمل اخت دلال، وان شاء الله على امل نلتقي معك يعني في فرصه اخرى. نشكرك ونشكر الأخوة المستمعين ويا أهل السوافير. هذه هي ماجدة من ماجدات السوافير، وإلى لقاء آخر. وشكرا لك اللي بعد 50 عام شفتك وعرفتك على طول. نعم. والحمد لله انك بصحة كويسة، وان شاء الله كل ابناء السوافير وابناء الوطن الفلسطيني والعربي المسلم بخير، وإن شاء الله بنرجع لأرضنا بعزيمتنا وبقوتنا وبإيماننا وبصبرنا وبوحدتنا العربية والوطنية. أهم إشي الوطنية. احنا عشنا في حارة السوافير وإحنا أطفال. معرفة جيدا من يومها أنت كنت قوية وشديدة والحمد لله. يعني قال ما خابش فيك، فكنت مناضلة. يمكن كثير من الرجال ما سلكوش نفس المسلك تبعك، لكن انت اثبتي انه بنات السوافير بخير، اهل السوافير بخير. تحياتنا لكم اهل السوافير في ملتقى السوافير. وهذه اختنا دلال كانت معكم، وان شاء الله نلتقي معكم في رسالة اخرى وفي لقاء اخر، وتصبحون على خير. صبرك يجيب